صباح الخير واهلا وسهلا. قائمة المرشحين وبقوة. بص، انا هعمل لك حاجة لطيفة جدا. انا هنزل لك ماب فيها الديستنيشن بتاعت الساحل سيدي عبد الرحمن بالمشاريع اللي فيها، فاعمل بوز واتفرج كده شوية، والضبعة وراس الحكمة اعمل بوز واتفرج كده شوية. فسيدي عبد الرحمن ما عندناش فيها حاجة قوية جدا نتكلم عليها دلوقتي. ابتداء كده من منطقة الضبعة، اسمين هناخدهم معانا في قائمة المرشحين وبقوة. دي باي تطوير مصر، أحلى مشاريع تطوير مصر، وهنشرح بقى كل حاجة. سيزن القمزي، عبد الله القمزي، هنشرح بالتفصيل مين هو. طيب دخلنا في راس الحكمة رقم 1 عليهم كلهم. أزهى حسام الشاعر، لافيستا راس الحكمة، دايركشن وايت، هايد بارك، مشروع سي شور. طيب سريعا كده قائمة المرشحين وبقوة. راس الحكمة زي ما قلت لك هناخد أزهى رقم 1 هيبقى عليهم كلهم حسام الشاعر، سي شور هايد بارك، دايركشن وايت ده مشروع دايركشن وايت شركة أرابيلا، ولافيستا راس الحكمة. وخدنا في الضبعة منطقة الضبعة خدنا منها اسمين مرشحين بقوة جدا. دي باي أحلى مشاريع تطوير مصر، إن هو عنده 3 مشاريع في الساحل، سولد ودي باي وفوكا باي، شغال بقاله 6-7 سنين، وزي ما قلنا قبل كده إن هو واخد أحلى ماستر بلان في الميدل إيست، ومشروع شغال والإكسبيرينس بتاعة تطوير مصر شايفينها قدامنا، وغيره وغيره. طيب والقمزي اللي هو مشروع سيزن بتاع عبد الله القمزي، ده حد هنتكلم عليه باستفاضة. كل اللي انا قلتهم دول 6. طيب يا سيدي هنقارن ب6. زي ما قلت لك برضو انت اللي بتحدد مين اللي هيخرج ومين اللي هيدخل، وبنسبة كبيرة جدا لافيستا راس الحكمة بتخرج من المقارنة، بس كان لازم احط اسمها طبعا علشان موضوع الحجاب. يعني هو يعني دي سبيكس كده معينة بتخص الموضوع ده طبقا لرؤيته هو. ناس كتير بتختلف عليها ومنهم انا، يعني ان هو بيرفض اي حد محجب يدخل المشروع، فده ممكن هيطلع بره المقارنه، ولكن ده لا يقلل شأن لافيستا هناك في الساحل الشمالي او الاكسبيرينس بتاعتها حتى في السخنه. أزهى، انا عملت فيديو لأزهى من اوائل الفيديوهات اللي هو فول ديتيلز على أزهى، بس انا هعيده تاني للي ما شافوش. ليه اختيار رقم 1 أزهى؟ خلي بالك أزهى متعته او حلاوته في ان هو يقدر الكاتيجوري او السيجمنت اللي احنا اخترناها بنتكلم عنها، لو داست على نفسها شويه ورفعت البادجت شويه تروح على طول لأزهى، تقدر تشتري في أزهى. والكاتيجوري A بلس انا ما زلت بقول ان أزهى من الكاتيجوري A في الساحل الشمالي. ليه بقى؟ مين أزهى؟ مين حسام الشاعر الأول؟ خلي بالك الراجل ده واحد من أفضل 10 أشخاص متكرم كده كوجهة سياحية. سريعا، حسام الشاعر إحدى شركاته هي مدار، اللي هي عندها مشروع أزهى السخنة وأزهى الساحل. منتجعات سان رايز هوتيل شرم الشيخ والغردقة ومكاري وبره مصر زنزبار والمغرب واليونان، مشغل منتجعات، أنت فاهمني؟ فبالنسبه له موضوع التطوير العقاري الكومباوندز دي أزهى السخنه طلع بشكل راقي وفوق اي توقعات. الوحيد اللي قدر يعلي على لافيستا السخنه. اتفرج على أزهى السخنه وانت هتعرف مين قوه حسام الشاعر. الاوتيل بتاعه لما اشتغل، اتفرج على الرنتل فيز بتاعته عامله ازاي، ما دي بتحدد قوه المشروع. خلي بالك مشروعه في الساحل الشمالي يستحق جدا ان انت تفايت وتجري عشان تروح تشتري في هذا المشروع. WATG اللي عامل الماستر بلان، وبينوي اللي هيشغل له الكوميرشال. بينوي ده اوبريتور للكوميرشال عالمي، ده اللي عامل GBR وسيتي ووك في دبي وفراري وورلد، ومشارك هنا او داخل هنا في الاوبريشن بتاع الكوميرشال بتاع اسامي كبيره جدا في مصر. فطب ايه علاقه الكوميرشال؟ قلت لك 100 مره الكوميرشال ده واجهه المشروع، ده اللي بيحدد المشروع ده رايح فين. يا هيقلب زي مشاريع معينه في الساحل دون الذكر بقى تاني، يا هيخلي المشروع طاير ويطلع لفوق. طيب يبقى ادي أزهى. دايركشن وايت الدخميسي
طبعا حجم هذا الرجل وشأنه كبير جدا. مشروع ارابيلا بتاع التجمع الخامس بيتقارن بقطامية هايتس وقطامية ديونز وغيره. الراجل ده لما نزل الساحل من سنتين ثلاثة كنا بنقول لسه جديد في الساحل وغيره، بس كان قوي ساعتها برضو اسم الدخبيسي. لما شفنا الكونستراكشن بروجرس ولما شفنا العظمة اللي هو عملها، لا المشروع مشروع يستحق ان احنا نشوفه. عنده تايبس يونيك، يعني عنده فلوتنج فيلا وعنده تايب من الشاليهات كده لطيفه. مور ديتيلز بقى لما حد حابب يستفسر عن اي حاجه. واللذيذ ان عنده استلامات سنه ونص سنتين، وعنده اوف بلان، واسعاره افوردبل يعني لطيفه، تنفع في المقارنه اللي احنا بنقولها. طب لطيف جدا. احنا كده قلنا ازها لافيستا وارابيلا. هايد بارك خلي بالك بقى مبيعات هايد بارك، وان المشروع بيتباع بصوره كبيره جدا، وحب الناس لهايد بارك هو ما هو الا جاي من الثقه بتاعه المطور للناس. بس ده يعني شراكه هيئه مجتمعات عمرانيه وبنك التعمير العقد بتاعه اخضر، يعني انت مجرد ما تحط ريزرفيشن انت بتمضي كونتراكت على طول. والعقد اخضر دي معناها ان انت حضرتك دافع كل مصاريف الارض او ثمن الارض بالكامل، مش عليك ولا قسط. قوي. كونستراكشن بروجرس مرعب ما تاخرش في ولا مرحله، وبالعكس ده في حاجات بيسلمها قبل المده. حب الناس وتعلق الناس لهايد بارك، عشان كده هو كيان كبير. يعني واحد مشغل 1400 فدان، قول 1200 فدان بعد لما ماونتن فيو ذا سكوير سبور خدوا منه من الارض جوه. مشروع ميجا بروجكت شغاله بنسبه 90% دلوقتي، صيانه لطيفه وسكيورتي والكوميرشال بتاعه اللي هو هايد اوت ليه اكسبيرينس. وفي اكتوبر عنده جاردن ليكس وتاوني، والاكسبيرينس بتاعته محترمه، ومطور كسب ثقه الناس في فتره زمنيه محترمه. عشان كده الناس بتميل لهايد بارك، وعشان كده هو ده العقار بقى. ما هو ده بقى اللي انا عايز اقول لك عليه. هو الريل استيت ما هو الا تسليم كواليتي، وبعد كده انت حضرتك بقى بتختار اليونت لوكيشن والبرايم لوكيشن، وبنختار البادجت والكلام اللطيف ده كله. امال انت بتخاف من ايه في الريل استيت؟ امال انا كنت بقول ايه في الفيديوهات اللي قبل كده؟ لا ارشح ليه؟ لان اخطر حاجه في الموضوع هي دي، تسليم في الميعاد بالمواصفات اللي حضرتك قلتها لي، ما تغيرش في بنود العقد، ما تغيرش في التصميم العام للمشروع، ما تغيرش في اللاي اوت بتاع البيت بتاعي. يحق للمطور ان هو يغير في التصميم العام بتاع المشروع فيما لا يتعارض مع اللاي اوت بتاع بيتك او الفيو اللي انت شايفه في بيتك. وده كل ده بنود مكتوبه في التعاقد يعني. فانما في مطورين لا، اللاي اوت بتاع البيت اتغير فبدون ذكر اسماء بقى يعني، فدي حاجه فيتل طبعا. تمام. طيب دخلنا بقى في ديستنيشن، خلصنا كده راس الحكمه وقلت لك الاربعه المرشحين وبقوه. دخلنا بقى في ديستنيشن الضبعه. الضبعه هي المنطقه الوسطيه اللي هي ما بعد الاكثر اشغالا في الساحل الشمالي، هو سيدي عبد الرحمن. فان انت تدخل فيه دلوقتي نسبه 90% تشتري ريسيل او مطورين قليلين قوي في سيدي عبد الرحمن، وانا بصراحه يعني نسبه الثقه فيهم مش كبيره. فهيبقى فلوس كتير قوي هنا. مين اللي اوتوماتيك هيبتدي يدخل فيه نسبه اشغال؟ هي الضبعه، هي اللي هتسكن الاول والخدمات فيها هتبقى الاول عن راس الحكمه وسيدي حنيش، ده منطقي. فالضبعه المنطقه الوسطيه ما بين سيدي عبد الرحمن وراس الحكمه وغيره. اخد منها اسمين في الكاتيجوري والسيجمنت اللي احنا اخترناها مع بعض. دي باي احلى مشاريع تطوير مصر، والكامزي سيزن.